فريق نادي الوحدة الفريق المتأخر خطيرة في البداية الأولى من متروفيتش، اللاعب الذي في الكرة الماضية نعم في هذا المكان بهذه كبيرة جدا ما بين الفريقين. هذا علي البليهي في الكرة الماضية الصافرة أيضا الأمريكية المغربية. هذا علي البليهي عنده لقطات في عن طريق إسلام هوساوي عالية في منطقة الجزاء، والكرة خطيرة كانت للأسترالي كريك جودوين. هذا اللاعب خطير بالمناسبة. شوف الهلالية التمريرة نعم حضرت بهذه الصورة، واقف صح. هذه كرة الله للأمام قوية، الله الهلال يتقدم ومعزوفة الهلال تستمر ولحن الهلال لا يتوقف، لحن الهلال لا يتوقف. نعم سعود عبد الحميد قبل شوي كنت اقول هذه مباراة رقم هدف واحد. هذه انطلاقة كرة جميل خطير، الله مرت اخطر كرة للوحدة في المباراة، اخطر كرة لفرسان مكة في المباراة. هذه عودي الكبير، هذه كرة في هذا المكان لا زالت قائمة. الله الوحدة عندما يتقدم يكون خطيرا. فرسان مكة عندما يتخلون عن الدفاع ويذهبون للهجوم، التسديدة اصطدت لا زالت. الآن حسن العيسى، وين هذه بعيدة، وعندك لاعب مصاب في أرض الملعب الآن. سلامات إن شاء الله تعالى، سلامات اثنين من لاعبي فريق نادي الوحدة، سلامات إن شاء الله تعالى. هذه اللعبة اللي كانت بهذه الصورة، وهنا بعد ذلك الآن محاولة عالية، كرة خطيرة بالراس يا إيجالو كاد أن يعاد بصورة كبيرة. ما شفنا مترو خطير، الله بسري إلى نيفيز، ممكن سدد قوية حلوة قوية خارج الملعب. 20 هدف، هذا هو ظهير في الدوري السعودي. كرة بعيدة من جانب نيفيز خارج الملعب. في الكرة الماضية الفريقين بالمناسبة يتقابل سري في هذا المكان، لازالت التسديدة، الله سعيد المولد اللي يملك كرة الآن، ممكن يسدد، الله حلوة وخطيرة للاعب عنده 5 أهداف في الدوري. لاعب زالت خطيرة، تبعد وتعود، والتسديدة قوية من جانب البريك واحد من افضل صناع الاهداف للهلال هذا الموسم. 9 مساء بتوقيت الرياض، لكن محاولة خطيرة ايضا من حسين العيسى او من سلمو هدفين. موريس 34 سنة انترناسيونال منذ 2018، احد اقدم اللعيبة الاجانب بالمناسبة. الصربي لسعود عبد الحميد يرتكب الخطأ في الكرة الماضية، ولا طبعا بالكم ليس اقوى. هذه الكرات العرضيات خطيرة، الله مرت جيسوس، كرة عالية في هذا المكان خطيرة، مرت بنا الجميع، ولكن مترو واضح انه ارتكب خطأ واتكلم. ترى سالم الدوسري، الله برافو حارس المرمى، برافو محمدي، ولذلك عنده 44 مباراة دولية بخميس على القدم اليسرى، اخذها كذلك. الله يا جماعة، متروفيتش ولد بلا ضمير، اعطى ضمير اجازة مفتوحة منذ فترة طويلة، غاب وكنا نقول مباراة للنسيان لمتروفيتش، لكنه عاد في التوقيت اللي احتاجه الهلال، وسجل من عرضية مثالية بالمناسبة، عرضية مثالية
من جانب مالكوم، عرضها بهذه الصورة